الدولار هيعدي ال 55 ويوصل ل 60 جنيه. توقع جديد قلب الدنيا وخلى الناس كلها تسأل هو الدولار رايح على فين؟ بص يا سيدي، في تقرير جديد طلع من وكالة ستاندرد اند بورز بيتكلم عن مستقبل الدولار في مصر، والتوقعات بتقول إن الدولار ممكن يوصل ل 55 جنيه خلال الفترة الحالية، وكمان يوصل ل 60 جنيه في السنة اللي جاية و66 جنيه في 2029. طبعا الكلام ده عمل قلق لناس كتير، بس خلينا نفهم الموضوع ببساطة. التقرير مش بيقول إن ده أكيد يحصل، لا ده بيشرح سيناريو ممكن يحصل بناء على الظروف اللي حوالينا، زي مثلا ارتفاع أسعار الأكل عالميا وتأثيره على الاقتصاد، وكمان دخول الدولار من بره زي تحويلات المصريين في الخارج، ودي بتعتبر نسبة كبيرة جدا من العملة اللي بتدخل البلد. غير كده السياحة كمان ممكن تتأثر بأي أحداث في المنطقة، وكمان حركة التجارة في قناة السويس ممكن تتأثر لو في توترات. وعلى الرغم من إن كل العوامل دي بتضغط على الجنيه وبتخلي سعر الدولار يتحرك، بس في نفس الوقت الوكالة قالت إن تصنيف مصر لسه ثابت عند بي والنظرة مستقرة. يعني في تحديات بس مفيش انهيار زي ما البعض فاهم. يعني من الآخر كده الأرقام دي مجرد توقعات مش قرارات، وكل حاجة بتتغير حسب الظروف. يلا شاركونا في التعليقات وقولوا لنا انتوا شايفين الدولار ممكن يوصل لكام الفترة اللي جاية.